فيلم ذا اكسورسيست بليفر، فيلم رعب جديد في السينمات بمناسبة الهالوين. ما شفتوش في السينما بصراحة، لقيته بجودة حلوة على الانترنت فقلت ليه لأ. تقريبا نزل على منصة من منصات الستريمينج، من إخراج ديفيد جوردن جرين اللي عمل آخر 3 أفلام من سلسلة هالوين، ومن بطولة ناس مش مهم نعرفهم خالص، ولكن بترجع مرة تانية إيلين برستين في دور كريس ماكنيل اللي آخر مرة شفناها كانت في سنة 1973 في الجزء الاول من ذا اكسورسيست، واللي في الحقيقه انا ما شفتوش، بس كنت عارف ان في ذا اكسورسيست 1973 وبعدين في 4 افلام مختلفين تقريبا عنه في القصه، وبعد كده ذا اكسورسيست بليفر واللي يعتبر سيكوال او الجزء الثاني للفيلم الاول اللي نزل سنه 73. احداث الفيلم بتدور عن بنتين بيروحوا في حفله مدرسيه وبيختفوا عن اهاليهم لمده 3 ايام. اهاليهم بيقلقوا عليهم جدا وبيبلغوا البوليس، وبعد ال3 ايام بيلاقوهم اخيرا، ولكن البنتين فيهم حاجه غلط، تصرفاتهم غريبه، كلامهم غريب، من الواضح ان في بداخلهم جن او شياطين. ومن هنا اهاليهم بيستعينوا بخبير طرد الارواح كريس ماكنيل اللي فضلت في المجال ده لسنوات طويله. فهل ابطالنا هيقدروا يستعيدوا بناتهم من تحت سيطره قوى الشر؟ وايه تاثير ده على ايمانهم ومعتقداتهم؟ الميزه الوحيده في الفيلم ده انه واخد تصنيف ار ريتد، يعني مستوى الرعب اللي فيه دموي وعنيف وكريبي ومخيف، مش صالح للاطفال نهائي. ده اللي المفروض كان يحصل، ولكن للاسف مستوى الرعب في الفيلم كان ضعيف جدا. عجبني كالعاده التلت الاول من الفيلم، بصراحه ما عنديش ادنى فكره ايه حكايه التلت الاول ده. تحس ان كتاب افلام الرعب بيكونوا فايقين قوي في التلت الاول وبيكتبوا حاجات حلوه جدا واحداث مربوطه ببعضها بطريقه منطقيه جدا، وبعدين بيجوا في التلت الثاني يناموا، وفي التلت الاخير بيهلوسوا. مشكله كبيره جدا بنواجهها على طول في 90% من افلام الرعب، ان التلت الاول بيكون حرفيا تحفه. عندنا مثلا في الفيلم ده بنتعرف على شخصيه فيكتور اللي عنده بنته 13 سنه بيوديها المدرسه وبيربيها لوحده وبيحبها جدا، ولكن بنته واللي اسمها انجلا بتروح مع صاحبتها كاترين في رحله مدرسيه، بتوعد ابوها انها هترجع بالليل، ولكن بيختفوا لمده 3 ايام. واضح انهم دخلوا غابه مخيفه وعملوا حاجه مش مظبوطه. بنشوف اهاليهم وهم بيتصلوا ببعض، بيتكلموا مع بعض، بيسالوا على بناتهم، عايزين يعرفوا راحوا فين، قلقوا جدا عليهم، اتاخروا قوي، بلغوا البوليس، خرجوا يدوروا عليهم بنفسهم. كل ما بيلاقوا نفسهم مش لاقيينهم بيقلقوا اكتر. مشاهد التوتر والقلق في التلت الاول دي معموله بشكل حلو جدا بل مؤثره جدا. بيرجعوا عادي لاهاليهم بيلاقوهم في مكان ما حالتهم مزريه جدا، على الاقل عايشين، بيطمنوا عليهم، بيفتكروا ان كل حاجه تمام، ولكن مع الوقت بيلاحظوا عليهم سلوكيات مختلفة تماما عن طبيعتهم الأصلية. ده الجزء الوحيد المرعب فعلا في الفيلم كله بالنسبة لي، وعموما دي هي الحاجة الشائعة. الرعب دايما بيجي من فكرة انك مش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط. البنتين بيبدأوا يتصرفوا تصرفات غريبة، نظراتهم مريبة، عينيهم مخيفة، انت كمشاهد عارف انهم راكبهم عفريت، لكنك برضه خايف، مش عارف ايه اللي هيحصل، مش عارف العفريت ده ممكن يعمل ايه. وعشان كده اغلب افلام الرعب التلت الاول فيها هو اللي بيكون حلو جدا وممتاز، وفي احيان تانية بيكون عظيم. بتبقى انت لسه في البداية مش عارف ايه اللي بيحصل، فبتحس انك مرعوب وخايف، وفعلا ده هو الهدف اللي الفيلم لو قدر يحققه هيكون فيلم رعب حلو. لكن طبعا مع مرور الوقت لما بتفهم طبيعة الرعب اللي الفيلم ده بيقدمها، في حالة الفيلم بتاعنا بنعرف ان ماشي البنتين راكبهم عفريت، بيصوتوا وبيعوعوا، بيأذوا الناس اللي حواليهم، وفي بعض الاحيان بيموتوهم، بتبقى انت خلاص اتعودت عليهم وعرفت ايه اللي بيحصل، فما بقوش مرعبين او مخيفين بالنسبه لك. بيبدا الفيلم يخش في مرحله انه لازم يضيف جديد، لو ما اضافش جديد الرعب عندك انتهى، ما بقاش فيلم رعب، بقى اي حاجه تحصل حرفيا هتبقى بالنسبه لك بتضحك. ده الفخ اللي افلام رعب كتير بتقع فيه، وللاسف فيلم ذا اكسورسيست بليفر برضه وقع فيه. للامانه في ميزه في الفيلم ده عجبتني، هي صغيره ولكن احترمها جدا، فكرة استدعاء ما كان ممهد له في البداية في النهاية. يعني شوية أحداث حصلت في بداية الفيلم ممكن تحس إن ما كانش ليها لازمة، بتسأل نفسك أنا هستفيد إيه لما الفيلم يحكي لي حاجة زي كده، أنا مش مهتم أعرف، لكن بتتفاجئ إن الفيلم بيجيب سيرتها في النهاية وبيستخدمها. بيبدأ يرجع بقى لفلاش باك ورا ويصدمك، أو بالتحديد بيوسع من الفلاش باكات دي. وعموما دي هي طريقة عمل البلوت تويست، بيمهد لك من البداية حاجة معينة ويرجع في النهاية يستخدمها تاني بحيث تخدم القصة بتاعته. ده بصراحة يخليني برغم ان ديفيد جوردن جرين اثبت فشله في اخراج افلام الرعب، لكن على الاقل دي تفصيلة صغيرة تثبت لي ان الراجل ده فاهم سينما، فاهم يعني ايه صناعة افلام رعب، فممكن ده يخليني اثق فيه شوية. بصراحة الهالوين السنة دي ما كانش افضل هالوين من ناحية افلام الرعب. هالوين السنة اللي فاتت كان احسن شوية، على الاقل طلعت منه فيلم باربيريان،
لكن السنه دي اعتقد هبدا اشوف مسلسل ذا فول اوف ذا هاوس اوف اشر، اسمع عنه ان مسلسل رعب حلو. فيلم ذا اكسورسيست بليفر تقييمي ليه 4 من 10. وبس دي كل حاجه عندي الفيديو ده. ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات، واشوفكم في الفيديو اللي بعده.